السلام عليكم، كيف حالكم؟ عطلكم اليوم بهذا الفيديو باش نقدم لكم وصفة هاد لي سينامون رولز. هادو ما أطيب ما يكون، ريحة القرفة وبنة القرفة والصوص الشوكولاتة رائعة. مقاديرها بسيطة، نحتاج ملعقة من العسل، 160 مليلتر من الحليب الدافئ يكون دافئ. نخلطوا الحليب جيدا مع العسل باش تذوب معنا. وهنا ضفت ملعقة صغيرة من خميرة الخبز، ما تكتروش، ملعقة صغيرة يعني تكفية، ومن بعد سينو يجي فيها طعم الخميرة هكا. المهم خليوها ترتاح في مكان دافئ العجينة وتتخمر معكم، يعني مش لازم نكتروا من الخميرة باش تتفاعل معنا. المهم احنا حطينا العسل باش تتفاعل الخميرة احسن، ونخلطو. ومن بعد راح نحتاجو بيضة، 300 غرام من الفرينة، ورشة نصف ملعقة صغيرة من الملح، ومع في النهاية نضيفو 40 غرام من الزبدة تكون طرية بدرجة حرارة المطبخ، تخرجوها من الثلاجة مسبقا. أنا نسيت البيضة، سامحوني. نمزج صح البيضة مع الحليب، ومن بعد نكملو نضيفو الدقيق. انا هنا استعملت دقيق ابيض لانني راح نزيدو في الحشوه تاع السينامون رولز هادو، ما راح نستعملو جوز هند وقرفه وبودره تمر، يعني راح نزيدو الالياف. نخلطو فقط بالملعقه، يعني ما نحتاجوش عجانه كهربائيه، بالملعقه تكفي، يعني حتى تحصلوا على عجينة تكون طرية نوعا ما متلاصقة. هنايا رشة نصف ملعقة من الملح، ومن بعد راح نضيف هذه العجينة بعد ما تلمت، راح نضيف 40 غرام من الزبدة الطرية، ونخلط فقط انا بهادو مع لي كروشي تاع الباتور الضرب الكهربائي. انا شفت حقيقة يعني العجينة نوعا ما متلاصقة، زدت لها ملعقة اكل من الطحين، هذا مكان تلموها تغلفوها هذا القوام اللي راح تحصلوا عليه. تغطوها بكيس بلاستيكي وتخليوها حتى يتضاعف الحجم نتاعها. هنايا بعد ما تضاعف الحجم نتاع العجينة راح نبسطوها فوق، يعني نبسطوها، نرشوا سطح العمل بالقليل من الدقيق، نرشوا كمية لا بأس بها لأن العجينة طرية وراح باش ما تلصقش معنا يعني على سطح العمل هذا. ونفرغوا العجينة نتاعنا. لكن المطبخ تاعكم بارد تقدروا تحطوا وعاء فيه ماء ساخن وتحطوا فوقه الوعاء اللي فيه العجينة، يعني راح نسهلوا في عملية الاختمار هذه ونسرعوا فيها. إذا راح نبسطوا العجينة على شكل مستطيل، ومن بعد يعني السمك نتاعها يكون حوالي 5 مليمتر، يعني نقدروا نديروها باليد ولا نستعملوا المشبك. هنا بعد ما بسطتها قاعد عندي 50 غرام من الزبدة الطرية حيوانية، راح نبسطها على سطح العجينة بالتساوي، ما نخليه حتى يعني جهة ما فيهاش. ومن بعد راح نرشوا عليها عفوا قبل ما نرشوا المكسرات نحتاجوا ملعقتان من دبس التمر، راح نزيدوا نحطوهم فوق سطح. هادوما راح يعطيونا حلاوة للسينامون رولز تاعنا، ورايحين يديروا لك شكل، يعطي لون، يلونوا تاني وسط العجينة. انا ما كانش عندي كمية كافية، هذا وش بتبقى في القارورة، بس نتوما حطوا يعني ملعقتان هكذا باش تجيكم بنينة. وكما تعرفوا دبس التمر عنده هكا نغية قوطع كراميل، راح يعطيها بنة رائعة. وراح يزيد في الحلاوة لأنه العجينة فيها فقط ملعقة عسل وفرات. هنا هذه المكسرات: ملعقة أكل من التمر، ملعقة أكل من جوز الهند، عفوا
الجوز وملعقة صغيرة من القرفة، نمزجوهم معا. يحب يزيد على هذه الكمية تقدروا تزيدوا، يعني بصح يعني ملعقات أكل مملوءة جيدا من كل تكفي. يعني هنا رايحين نروليو العجينة نتاعنا، بصح كي نروليوها ما نشبحوش، ما اون سيغ با، يعني نروليوها فقط، نخليوها باش نخليو مكان العجينة باش كي تختمر راح تزيد في الحجم، يعني فقط حتى نكملو كل العجينة. ومن بعد راح نقسموها. انا قسمتها الى 6 اجزاء باش تجي يعني هكا عالية. ونكونوا عفوا هكذا نستعملوا سكين حاد ونقسموها الى 6 اجزاء. ومن بعد نجيبوا صينية نفرشوها بورق طبخ ونحطوهم في الصينية ونزيدو نخليوهم يختمروا. المرحلة هذه نحطوه في مكان دافئ برك حوالي ساعة من الوقت. قلت راح نتحصلوا على 6 قطع. نعدلوهم شكلوهم جيدا هكا ونسويو مليح القاعدة باش ما يميلوش كما مالو تاعي. المهم نخليهم يتخمروا للمرة الثانية، ومن بعد ندخلوهم في فرن على 180 درجة، فرن هوائي من مستحسن، حتى ياخدوا يعني لون ذهبي فاتح. المهم ما نسبقش الأحداث. يعني ما ياخدوش وقت كبير، 20 دقيقة تكفي الاستواء نتاعهم. هنا بعد ما تخمروا معايا المرة الثانية راح ندخلهم الفرن. يعني ما ياخدوش وقت كما قلت 20 دقيقة وهما وجدوا. هنا راح نحضروا الصلصة التوبينج اللي رافقهم. نحتاجوا علبة جبن طازج طبيعي غير محلى غير مملح عفوا، مع ملعقتي أكل من القشطة الكثيفة، وهنا تحلي ملعقة صغيرة أيضا من الزبدة الطرية، ونحلي سواء بسكر فواكه ولا ستيفيا، ولا نقدروا نحليو مع إضافة القليل من الحليب. وقلت نقدروا نحليو أيضا بالشوكولاتة البيضاء، راح تعطي قوام جيد للصلصة هذه. أنا هنا ما زدت لهاش شوكولاتة البيضاء. هادو هما لي بريوش تاعنا بعد ما خرجوا من الفرن، يعني نخليهم ياخدوا لون ذهبي فاتح برك باش يبقاو طريين يحافظوا على الطراوة تاعهم. هاو تشوفوا في النتيجة. نحطوهم فوق مشبك حتى يعني تنخفض شوية درجة الحرارة تاعهم. كي يوليو دافيين رايحين نزينوهم بالتوبينغ تاعنا اللي حضرناه. تشوفوا كيفاه العجينة طرية قطنية، يعني رائعة حق، أروع ما يكون. راح الآن نزينوهم بالتوبينغ. صلصة الجبن هذيك انتم احرى يعني في التزيين. هي في الاصل تجيها بالصلصة هذه، وقدروا تستعملوا ترافقوا معها ايضا صلصة شوكولا. انا استعملت ايضا في التزيين دبس العنب، يعني باش نعطيه شكل هك جمالي، العين تاكل قبل الفم كما يقولوا. زينتها ايضا بالجوز قليل من الجوز. تقدروا تزينوها بزبيب كما عملت انا بالكرانولا. المهم فاتو بليزير كما يقولوا، زينوا كما بالحاجة اللي تحبوها، والنتيجة راح تكون من أروع ما يكون، يعني على ضمانتي. هادو هما المكسرات أنا اللي استعملتهم مع صلصة الشوكولا. مع نكهة القرفة. هاد لي بريوش راحين أكيد على بالي راحين تعتمدوهم من الآن حتى قبل رمضان، راحين تعتمدوهم وراح يكون أفضل اختيار لكم بإذن الله. شفتوا الخطوات بسيطة، يعني ما ياخدوش معنا وقت. هذه هي النتيجة.
إن شاء الله هتجربوهم حتى نتوما. الخطوات بسيطة كما أؤكد لكم، يعني حضروا عجينة وبعد وفرات وفقط، يعني بطريقة صحية. حضرنا آلة سينامون غول باش حنا نمتعو أنفسنا بريوش كيما هادو طراوة وبنة رائعين رائعين. حضروهم واتركوا لي تعليق، لازم تتركوا لي تعليق. وإلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله.